يبقى اول حاجه ايه الفرق بين اني اكون شخص متعاون ودود بيحب يساعد الناس ويشوفهم مبسوطين، وبين اني بعمل كده عشان ارضي الناس اللي حواليا بس؟ الحقيقه ان الفرق بيكون في الدوافع. الشخص المتعاون الودود بيكون بدافع الحب فقط لا غير، وبيعمل كده من غير ما يكون مضغوط. بيبقى عنده استعداد في اي وقت ان هو يقول لا، انا مش قادر ان انا اقدم الدعم، او انا مش قادر ان انا اقدم المساعده، من غير ما يحس ان دوت هيسبب له اي الم نفسي. حين ان الانسان التاني اللي بيعمل كده عشان يرضي الناس اللي حواليه بس، لا، هو طول الوقت اللي بيدفعه للارضاء ده ان هو بيكون خايف وقلقان من الرفض، ان هو لو ما قدمش الدعم او المساعده او ارضاء الناس هيرفضوه وهيبعدوا عنه. ايه شكل او صفات الشخص اللي طول الوقت بيحاول يرضي الناس اللي حواليه؟ بيحس طول الوقت ان هو بيقدم تقدير واهتمام وحب للناس، بس مع الاسف الاهتمام والتقدير دوت من جانب واحد. طول الوقت بيحس ان هو بيدي كتير قوي اكتر ما بياخد. عشان كده بيحس طول الوقت ان هو مش مقدر، وان الناس اللي حواليه مش شايفينه بالحجم اللي المفروض يشوفوه بيه، او بالقدر اللي المفروض يشوفوه بيه.